مساء الخير. وصلنا أخيرا إلى نهاية الرحلة. كان مسك الختام على قدر المقام. أحيانا وحدها الصورة تختزل كل الكلام. كانت رحلة خاصة واستثنائية قادتنا فيها الأمنيات إلى كل الملاعب الإيطالية. لم تكن مجرد تغطية تلفزيونية عادية، كانت جولة في الذاكرة اخترقنا فيها جنون الساحرة المستديرة. تنقلنا فيها بين الدوري الإيطالي والكأس والسوبر. كل شيء كان بالفعل سوبر. أكثر من 1300 ساعة من البث المباشر، 100 مباراة بزوايا مختلفة لاحقتها الكاميرا ورصدتها أعين المراسلين. تغطية اختلفت فيها العناوين وتشابكت فيها المضامين. أكثر من 1000 مقابلة حصرية، تغطيات ميدانية وتقارير ومتابعات حيثية. 500 ضيف أثروا المشهد بتحاليل فريدة ومتنوعة. أكثر من 15 محلل من الاستديوهات ومن قلب الحدث. أحيانا كنا الصورة وكثيرا ما كنا نحن الحدث. الليلة نعود بالذاكرة قليلا إلى الخلف. سنعيد ترتيب شريط الأحداث والذكريات من الضيوف إلى المراسلين إلى كل الدقائق والساعات. نعود معا لنصل إلى هذه اللحظة أو اللحظة الفارقة بكل تلك المشاهد واللحظات. الليلة سنختصر كل تلك الرحلة في بضع ساعات. فأهلا بكم. هنا مذاق الدوري يختلف عن كل الدوريات. مساء الخير وكل عام وانتم بخير كلاتكم. نمبر 1 سكوداتو. تعلن إيطاليا رفع أشرعة الكالتشو إذانا بانطلاقة الرحلة الأصعب. هنا من مدينة تورينو. لا تقل انطلق الدوري الإيطالي حتى تشاهد اليوفنتوس يلعب. نجم الكرة الفرنسية وأحد نجوم التحليل في الرياضية بكاري سانيا. كابتن منتخب البحرين السابق حسين بابا الذي ينضم إلى طاقم التحليل. يا اهلا ومرحبا. آخر الإضافات في طاقم أبو ظبي الرياضية ماركو ديلفيكيو. أهلا وسهلا بك ماركو معنا. Grazie, buona serata. لوكا أنتونيني أهلا وسهلا بك. Ciao a tutti, sono anch'io molto felice. مرحبا مع سعود عبد الحميد. نتابع. صراحة الشعور شعور لا يوصف الصراحة. الآن سيكتب التاريخ بمشاركة نجمنا العربي العراقي علي جاسم. متواجدين في الأليانز ستاديوم فرانسيسكو كوكو لاعب تورينو السابق. اليوم لاعبين خط وسط اليوفي في الزيادة العددية ما شاهد منهم استغلال كرات. يوفي في ضيافة الإنتر في استاد سان سيرو. هنا من ميلانو مدينة السياح والأزياء. القميص يفعلها وليس أن. مباراة متقلبة ممتعة تنتهي 4-4. الآن قمة أخرى بعدها ب48 ساعة. هل متوقع نطلع 4-4 ونطلع شيء حلو من عندكم؟ أبدأ بالحديث عنها من المباراة التي تأجلت لميلان أمام فريق بولونيا وكل الجدل. الأول لوكاكو يمارس عادته في ملعب الميلان. يا إلهي يا إلهي ما الذي يحدث؟ مباراة تم إيقافها. أهلا وسهلا بكم في هذا الاستوديو الخاص بكأس إيطاليا. بوناسير عبد الله الشناني. بوناسير أسامة. خطيرة الهاتريك. انتقلت صباح اليوم من ميلانو إلى روما. يا رب دائما يمكنك التغيير. نتيجة من بين الأعرب تاريخيا. نرحب بكم بهذه النسخة الاستثنائية من كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض. يا ولد هو الصاروخ الذي لا يرد. نسخة سوبر من ديربي ميلانو الكبير. والريمونتادا اكتملت. الميلان بطلا لبطولة السوبر هنا في الرياض. بعيدا عن السوبر وقمم السوبر، روما يستضيف لاتسيو في ديربي العاصمة. ديربي روما هو الديربي الأجمل في إيطاليا.
ليلة من ليالي الكالتشيو تحل محملة بقمتين. هل يمكن اعتبارهم أحد صفقات الميركاتو؟ ربما خطفت الأضواء من مباراة يوفنتوس وميلان. هل جاسبرين عنده سياسة النفس الطويل اللي موجودة عند بعض الأندية الأخرى؟ سرق الثالث لوكاكو، سرق الثالث لوكاكو من قلب السانسيرو في انطلاقة تغطية أبو ظبي الرياضية لهذا الديربي الكبير. هو ده تاريخ الميلان والإنتر، سانسيرو الأبجاد، سانسيرو البطولات. طاحونة الميلان لا يمكن إيقاف دورانها أبدا. Partita bellissimissima, molto bella. المرة الثانية في ظرف أسبوع بعد أن شهدنا معركة كبرى. موعد مهم للكرة الإيطالية لكوبا إيطاليا. الانطباع الأول يبقى طويلا يطول. الديربي الكبير، ديربي إيطاليا المنتظر. يعني لما جاء زيدان لليوفي مع ليبي فهم شو يعني تدريب في كرة القدم. عشان تكون رئيس يوفنتوس ورئيس الانتر لابد ان تحكم وليس تسير النادي، هذا جانب. يا كونسيساو اخترت الليلة، اخترت الديربي، اخترت القمة، قمة الصدارة والصراع. مباراة لا تحتاج لأي مقدمات. لن يتخلى نابولي عن حلم الموسم. نابولي ذكرت أنت نقطة مهمة، عدم مشاركتها في البطولات الأوروبية تعطي أريحية على التركيز في الدوري. نحضر اليوم بملفي الدوري الإيطالي ومؤجلات الجولة 33 ومواجهة ديربي المادونينا الحاضر في إياب نصف نهائي كوبا إيطاليا. في الديربي يمكن لك أن تحجز مكانا في الذاكرة. صراع الكبار والأحلام بين تاريخ يتوهج وطموح يتحدى. شفت توتي، لازم أقول توتي أول وبعدين أقول غازي العمري. تفضل يا غازي. أستطيع أن أقول هنا أشعر كأنني في بيتي. عادوا لصناعة التاريخ، يحتفلون بلقب تاريخي ثالث في تاريخ بولونيا. هي ليلة صعبة، ليلة صعيبة وعصيبة. فوز نابولي ينهي الأمور تماما بصرف النظر عن نتيجة الإنتر. من طلبوه بالاسم يظهر في موعد الحسم. نابولي مشاهدين مسك الختام، بطلا للسكوديتو. نلقاكم في موعد قادم عبر سيدة القنوات. في أمان الله.